السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا، هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية رقم 14 في المنام للعزباء والمتزوجة، الحامل، المطلقة، الرجل، فتابع معنا. أولا تفسير رؤية رقم 14 للعزباء. قد تدل رؤية الرقم 14 على اقتراب الزواج أو ارتباط عاطفي جديد، كما يمكن أن تشير إلى بداية مشروع جديد أو تحقيق هدف طالما انتظرته. أما بالنسبة للمتزوجة فرؤية رقم 14 تعني الرؤية استقرارا في الحياة الزوجية أو حملا قريبا، كما يمكن أن تشير إلى نجاح في العمل أو تحسن في الأوضاع المادية. أما بالنسبة للحامل قد تدل رؤية رقم 14 على ولادة ذكر أو أنثى، أو قد تشير إلى صحة جيدة للجنين. أما المطلقة قد تعني رؤية رقم 14 بداية حياة جديدة، زواجا ثانيا، كما يمكن أن تشير إلى تحقيق الاستقلال المادي أو النفسي. بالنسبة للرجل فرؤية رقم 14 في المنام تشير إلى ترقية في العمل أو نجاح في مشروع جديد، كما يمكن أن تشير إلى سفر أو رحلة طويلة. رؤية رقم 14 بوجه عام تشير إلى اقتراب الفرج، انتهاء المشاكل، تحقيق الأهداف، البداية جديدة. قد يكون الرقم 14 إشارة إلى بداية جديدة في حياتك سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، ويدل على تحقيق أهدافك وطموحاتك اللي بتسعى إليها، وإشارة إلى حل مشاكلك اللي بتواجهها. لو كنت في الحقيقة بتشعر بالقلق أو التوتر وشاهدت في منامك رقم 14، فإن هذه الرؤية تعطي طمأنينة وتبشرك بقدوم الأيام السعيدة. وإذا كان الرائي يمر بظروف صعبة، فبعد هذه الرؤية تعني أن هذه الظروف ستزول قريبا. إذا شاهدت رقم 14 مكتوب على ورقة، فيشير 14 إلى تغيرات إيجابية وشيكة سوف تحدث في حياتك بإذن الله. فالرقم 14 هو مجموع رقمين قويين 1 و4، مما يدل على بداية جديدة ونمو شخصي. في بعض الثقافات يرتبط الرقم 14 بالحظ والسعادة، ورؤية هذا الرقم في المنام قد تكون بشارة بقدوم فترة من الفرح والازدهار. الرقم 14 قد يكون تذكيرا لك بضرورة التركيز على أهدافك وطموحاتك. الورقة اللي مكتوب عليها الرقم قد تمثل خطة أو رؤية مستقبلية. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.